هلا النساء بمصر بيساعدوا احيانا الرجال بعفش البيت لما يكون الزواج قرب، فانت برايك هذا الموضوع ممكن يصير عنه؟ نتمنى كل هالشيء. تتمنى؟ ايه. يعني برايك ما ممكن يتطبق؟ والله نحن هلا هون عندنا بالشام يعني البنات تطلب تطلبات الله اكبر، يعني الزلمه ببطل يتجوز. انا واحد من الناس بدي يتجوز مره ثانيه وبطلت. بدك تتزوج مره ثانيه؟ ايه. اوف، ليش بقى؟ ما يعني الوضع صاير صعب. يعني يعني انا كنت مسافر برات البلد وندمت وقت نزلت على البلد ومتمني رد اسافر برات البلد. مم. طيب برايك انت البنات السوريات متطلبات يعني؟ متطلبات وبنفس الوقت بيخلوا الدنيا حلوه. اوف. متطلبات بس بخلوا الدنيا حلوه، شيء شلون اكيد. هيك؟ اشرح لي. هلا انا بجهتي اني مرتي طلقتها ولساتني بحبها. ليش طلقت؟ صار ظروف عائليه. مم. فانت كنت ناوي تتزوج مره ثانيه؟ وكل انسانه بتطلع فيها بشوف انه مرتي موجوده، مشان هيك ببطل وببعد. لساتك بتحبها؟ شيء اكيد. طيب شو اللي مانعك انه انتوا ترجعوا لبعض؟ اهلها. مم. اهلها رافضين. شيء اكيد. مم. طيب وبرايك في امل انه انتوا ترجعوا؟ بتمنى اكبر شيء بحياتي، وبتمنى قبل ما اسافر يصير هالشيء. مم. وانا قدام التواصل الاجتماعي كلياتها بقول لها بحبك ولساتني بدي اياكي لاول مره وثاني مره ولألف مره. وبتمنى انه يكون اليوم قبل بكره. انت غلطت شي معاها، عملت شي خليها تروح؟ ابدا. كانت شو الاسباب؟ اسباب انه كانت هي عندي بالسفر ونزلت وصاروا الاهل يتحكموا. اسباب عائليه يعني، فات طرف ثالث على الموضوع شيء وصار في أكيد. مشاكل. من هالشيء طبعا. بس انتوا وساعدتني كثير بحياتي، يعني وقفت ساعدتك. معي بالحلوه وبالمره وبالغربه وبكل شيء. وما بنساها وكل يوم ببعث لها على الانستا وعلى الفيس وكل شيء. مستحيل اني لاقي حدا مطرحها. لما جربت تروح تتزوج مرة تانية شو النتيجة كانت؟ بحس انه بحس بشوفها انه وافي حد مني بتقول لي اوعى انا ناطريتها. اعمل حالي وامشي. لهالدرجة؟ كثير بحبها. كثير 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 بحبها. طيب إذا قلت لك طلع بالكاميرا هلا ووجه لها رسالة. غالية أنا بحبك كثير، وبتمنى اليوم قبل بكرة ترجعي والدنيا تبعيتك كلياتها. شيء أكيد إنه شكرا كثير لك، وأنا بتمنى إنه ترجعوا لبعض إن شاء الله، إن شاء الله. والله يوفقكم يا رب. إن شاء الله. شكرا لك.